كان في مرة واحد كبير في السن، يعني اب ابنه كبير، يعني ابنه حاجة و20 سنة. فالاب ده وابنه كانوا قاعدين في الصالة، ففجأة الجرس بتاع الباب رن، فابنه قام علشان يفتح. فلما ابنه فتح لقى واحد غريب ما يعرفهوش. الواحد ده بقى عمل ايه؟ الواحد ده قام داخل من غير ما يستأذن ومن غير ما حد يقول له ادخل اصلا، ودخل. فبعدين اول لما لقى باباه او قام واقف، قال له ايه بقى؟ قال له انت هتفضل لحد امتى ما تسدش الديون اللي عليك؟ خلاص انا صبرت عليك كتير وصبري نفس. فبعدين ابنه طبعا كان مستغرب جدا، ديون ايه اللي على باباه؟ هو ما يعرفش ان في ديون على باباه اصلا. فقال له انت الديون اللي انت بتتكلم عليها دي كام يعني؟ قام قايل له الديون دي 90,000 ريال. قام قايل له 90,000 ريال، خلاص ماشي انا هديلك الفلوس بتاعتك. فدخل الأوضة لقى ما معهوش غير 27,000 ريال، وال27,000 ريال دولت كان عاينهم علشان يتجوز بيهم. فبعدين قام جايب ال27,000 ريال وقام مديهم له، وقال له خلي دول معاك وانا هجيب لك باقي الفلوس. فالاب طبعا كان متضايق جدا، ولا وما تاخدش منه الفلوس، دي فلوس جوازه وانا هبقى سدك ومش عارفه ايه والكلام ده. فالراجل طبعا مرضاش ان هو يرجع له الفلوس، وخد الفلوس ومشي. فالاب اتأثر جدا ان هو خد فلوس جواز ابنه، وان ابنه دفع له الفلوس دي. فطبعا قعد يدعي لابنه كتير وقال له انا قلبي راضي عنك، وقعد يدعي له كتير قوي. فتاني يوم وهو رايح الشغل، بعد ما راح الشغل قابل واحد صاحبه ما كانش شافه بقاله كتير قوي. صاحبه ده بقى قال له انا امبارح كنت قاعد مع رجل اعمال كبير. رجل الاعمال الكبير ده كان طالب ان هو حد يشتغل عنده يكون شريف وامين ويكون اخلاقه عاليه، فانا رشحتك ليه، فايه رايك تقدم استقالتك ونروح نقابله بالليل؟ فهو ما قدمش استقالته، بس راح معاه بالليل. فلما راح معاه بالليل علشان يقابله، الراجل عجبه قوي الشاب ده، وعجبه قوي اسلوبه، وعجبه قوي ان هو مؤدب ومحترم. فقال له روح قدم استقالتك وتعالى وانا هشغلك عندي. انت بتقبض كام؟ قال له انا بقبض 4000 ريال. قال له انا هديلك 15,000 ريال، وهديلك كمان 3 شهور بديل سكن، وهديلك كمان 6 شهور مقدم علشان الظروف اللي عندك.